عسلامة، مرحبا بالناس الكل. اليوم باش نعملو باكيت فارسي صحية. تنجمو نتوما تعملوها بالفرينة البيضاء، أنا عملتها بالفرينة القمح. دونك نستحقو دجاج سكالوب، نقصو طرف نحطو زبدة، نحطو يتقلى، بعد ما فوحتو بشوية زعتر وملح وفلفل أكحل، بعد نحط مغرفة موتارد، شوية كريم فريش وإلا ياغورت طبيعي، ونخليه يتقلى في عقلو. الشامبينيون انا حطيته في الاخر، نسيتو، اما نتوما تحطوه من الاول، هو كيف كيف اما من الاول خير احسن، ونخليه يطيب في عقله. بالنسبه للمكونات العجينه نستحقوا مغرفه صغيره سكر، ومغرفه كبيره خميره خبز، 50 مليلتر ماء دافي، نخليهم يتفاعلوا 10 دقائق. وبعد انا لهنا حطيت راهو الفرينه القمح الكامل اللي انا ناخذ فيه لهنا في المانيا، نتوما في تونس تاخذوا الفرينه العاديه. دونك حطيت الخميرة متاعي، عظمة 800 غرام فرينة، رشة ملح، وحاولوا ما تحطوش برشا ماء خاطر بعد باش نزيدو 100 مليلتر حليب دافي، ونتبع بشوية بشوية، ونحط خميرة جاتو، وبعد في الاخر باش نزيد 75 غرام زبدة. نحط العجينة متاعي في البابي سلوفان ولا في اي بول عندكم، ونحطها تتخمر ساعة سوفيزونت باش تخمر لنا بالباهي. بعد ما خرجت العجينة متاعي نشد نقسمها على 4 بارتي ونحلها بالقلقال. طبعا شدت نحط الفارس متاعي اللي هي هريسة وإلا صوص طوماط بيتزا، جبن اللي عندكم، سكالوب، بصل، زيتون، جبن غابي، ونسكر الكعبة متاعي ولموها بالباهي على الجناب ملوطة من الفوق. نفس ليزيتاب نعمل بيهم زيادة الكعبة الأخرى، وبعد نزين بشوية زيتون وشوية أصفر بيض وشوية حليب، ونحطوها على حرارة 180 درجة مدة 4 ساعة. وفوالا الريزولتا، إن شاء الله تعجبكم وصحة وبالشفي ليكم. والناس الجدد اللي تبع فيا ما تنسيش باش تعمل أبوني وتفعل الجرس. بسلامة.